السلام عليكم ومرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا بخير بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة كريات الدجاج بالجبن بصوص حمراء. وصفة سهلة وما تكلفش بزاف. بنصف صدر دجاج حضرنا هذا الطبق الرائع ويجي بزاف بنين. بلا ما نطول عليكم نروحوا مباشرة نشوفوا مقادير الوصفة وطريقة تحضيرها. اول شي بسم الله، لهاد الوصفه نحتاجو نصف صدر دجاج يكون مرحي يعني بولياشي، مع حبه بصل صغيره مقطعه بشكل رقيق. نحتاجو ايضا 2 ولا 3 فصوص ثوم يكونوا كبار، حبه طماطم كبيره رحيتها مع نصف ملعقه صغيره او كبيره مع طماطم مصبره. نحتاجو كميه من الملح، نحتاجو 3 ملاعق زيت، والتوابل نحتاجو فلفل كحل كمون وفلفل عكري. اول شي رايحه نحضر لاصوص طوماط او صلصه الطماطم، حنحضرها بالبصل والثوم. واش رايحه ندير هنا؟ في الطنجره تاعي نحط الحبه تاع البصل هذيك، نحطها تتقلى لي مليح حتى تذبل وتاخذ اللون الذهبي مع الكميه تاع الزيت. غير نشوفوها تقلات نوضعوا عليها توابل اللي هما فلفل كحل وكمون وفلفل عكري، يعني حتى يتقلى لي البصل باش نحطو توابل. نزيد عليها المكونات الاخرى اللي هي طماطم. كما لاحظتوا هنا مازال ما حطيتش الثوم، لانه الثوم جامي نحطوه مع البصل هكذا باش ما نقليوهش هكا، باش ما يعطيناش طعم مر للصلصه تاعنا. نحط هذيك الكميه تاع الثوم، كما راكم تشوفوا، ونمرق المكونات تاوعي بالماء سخون حوالي 2 كيسان كبار. من 2 كيسان الى 2 كيسان ونص هكذا، ونغلقوا عليها ونخلوها حتى وين طيب لي مليح هذيك لاصوص طوماط، وين تثقل لي نشوفوها حتى تعقد مليح. من جهه اخرى نجيب صدر الدجاج هذاك رايحه نشكلو كريات. واش نضيف عليه؟ نضيف عليه كميه من الملح والتوابل، فلفل كحل وكمون فقط. نخلط مليح توابل مع الدجاج هكا باش يتبل لي ويعطي لي ذوق بنين. ونشكلهم كرات على الحجم اللي تحبوا نتوما، حبيتوهم صغار حبيتوهم كبار. قبل ما نوضعهم في لاصوص نقليهم بشويه زبده حتى يتحمروا لي ياخذوا تحميره. يعني كي نحمرهم نحطهم في لاصوص راح تجي النكهه تاعهم بزاف بنينه. كما لاحظتوا ما ضفت لهم ولا بيض ولا حتى شيء في الخلطه هذيك، يعني خليت فقط الدجاج هكاك، حبيت النكهه تاعو تكون هي فقط. هكذا نقلبهم حتى يتحمروا لي جيدا. لاحظوا هنايا بعد ما تقلاو لي كامل هذوك الكريات
ننزعهم. لاحظوا هنايا الصلصة تاعي بعد ما تقالت لي وطابت لي هذيك الطماطم. نوضع هذوك الكريات تاع الدجاج في هذيك لاصوص ونخليهم يتجمروا لي مليح على نار متوسطة حوالي 4 ساعة هكا حتى يشربوا هذيك لاصوص. ويتنكهوا لي بهذيك النكهة تاع الصلصة. لاحظوا هنا بعد ما جازت 4 ساعة يعني الطبق تاعي هنايا راهو واجد، نقدروا نطفيو عليه عادي. وبالنسبه اللي ما يحبوش لاصوص بزاف يزيدوا يخلوه حتى ينشف مليح ويثقال مليح، هذيك لاصوص تثقال. كمرحله اخيره نوضع عليها الجبن. انا خليت لاصوص هذيك ثقالت لي مليح، راح نوضع عليها كميه من الجبن. هنا يبقى اختياري، تقدروا تقدموه بدون جبن، لكن هذاك الجبن راح يثقل لي لاصوص وراح يعطي لها نكهه رائعه. نغلق عليه نخليه فقط يذوب لي والطبق تاعي يكون جاهز. لاحظوا هنايا بعد ما ذاب لي هذاك الجبن فوق الكريات تاع الدجاج، شوفوا لاصوص كيفاش جات ثقيله وجات بنينه، وصفه رائعه بزاف بنينه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. في الاخير نرش عليها شويه معدنوس للتزيين. اذا كان هذا طبق تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وتجربوه. واذا عجبكم خليوا لي جيم، واللي مازال ما اشتركتش في القناه تشترك وتفعل زر الجرس هكذا باش يوصلوها جديد فيديوهاتي. نلتقي ان شاء الله في وصفات اخرى. السلام عليكم.